ازاي اتنقلت من بني كده لكده في خلال سنتين بس؟ او ازاي وصلت 100 كيلو جرام؟ في الفيديو ده هكلمكم بصورة مبسطة جدا ايه هي التمرين او ايه هو نظام التمرين اللي انا كنت بعتمده، ايه هو نظام التغذية اللي كنت بعتمده، ايه هي السبلمنتس او الادوية اللي انا استخدمتها في الفترة دي، وهتكلم بصورة بسيطة جدا في الفيديو ده بدون تعقيد او بدون مصطلحات صعبة عشان الاشخاص اللي برضو عايزين يزيدوا في العضلات او يزيدوا في القوة او يغيروا من شكل جسمهم يستفيدوا من الفيديو ده. طبعا انا كنت عملت فيديو قبل كده، تجربتي مع التستوستيرون لمدة 6 شهور. فكل الناس هنا عارفه في القناه ان انا مش طبيعي وبستخدم التستوستيرون من مصدر خارجي، وانا لحد دلوقتي ما استخدمتش السايكل كامله او استخدمت هرمونات غير التستوستيرون. بس دي حاجه المفروض تاخدها في الاعتبار ان انا مستويات التستوستيرون بتاعي اعلى من المعدل الطبيعي حاليا، وده بيخليني ان انا ازيد في الكتله العضليه وبرضه احافظ على نسبه دهون اقل واسهل من الشخص الطبيعي. بس قبل ما استخدم التستوستيرون، هل انا وصلت اصلا لفورمه او وصلت لشكل كويس؟ طبعا انا كنت عملت شيبات كتير حلوه، سواء ان انا بلقت او ان انا كنت منشف. بس الزياده العظمى او اكبر زياده زدتها في حياتي هي الفتره الحاليه اللي انا بستخدم فيها التستوستيرون. طبعا بالنسبه لنظام التغذيه اللي انا كنت بتابعه طول السنتين دول، فهو ما كانش نظام غذائي ستريكت. ما كنتش مثلا زي البرو بودي بيلدرز اللي هو يقول لك ايه لازم تاكل 6 وجبات في اليوم، كل وجبه 50 جرام بروتين. لا، كان الاكل بتاعي منظم، كان مثلا وجبتين ل5 وجبات، ده اليوم الماكسيموم، على حسب مثلا اليوم ده هل في شغل كتير، هل انا مثلا هصور، هل انا هذاكر. لان مثلا في الايام اللي بيبقى فيها شغل او ان انا عايز اذاكر ومش مهتم ان انا اتمرن قوي، بحب ان انا ما اكلش كتير، بحب ان انا اكل وجبتين بس. واقضي معظم اليوم فاستد لان ده بيخليني افكر بصوره افضل. انما مثلا في الايام اللي بكون مثلا فيها اجازه او كل اللي انا هعمله حاجات بسيطه، فانا كنت بحاول ان انا اكل بصوره منتظمه 5 وجبات في اليوم، اوزع البروتين بتاعي. طبعا الوجبات بتاعتي ما كانتش اللي هي كل اكل مسلوق او كده، لا، هو بيكون الاكل عادي، اكل صحي هيلسي من عناصر غذائيه مفيده. بحاول ان انا اقلل الاكل من بره. بيكون الاكل اللي هو زي ما تقول كده الاكل اللي مامتك بتعمله، اللي هو الاكل العادي جدا، رز مثلا او مكرونه، خضار مسلوق او حتى بالصلصه. بحاول ان الزيوت تكون قليله جدا في الدايت، يعني احنا ما بنطبخش بالزيت عندنا في البيت، ودي حاجه هتخلي كل الساكنين في البيت بتاعك ينقصوا في الوزن، ان انت تقلل الزيوت وتقلل السمنه والحاجات دي في الدايت من غير اي مجهود ومن غير ان انت تروح تشترك مع حد اونلاين. بس سهلتها لك اهو، ان انت تقلل الزيوت والسمنه في الاكل بتاعك، هتلاقي ان في سعرات كتيره ملهاش لازمه طارت من يومك. طبعا ما تمنعش الدهون نهائي، يعني الدهون مفيده. انا مش مؤمن بفكره ان انت تمنع الكربوهيدرات تماما او تمنع الدهون تماما او تمنع البروتين. كل الاكل مفيد بكميه معينه وبسعرات معينه. يعني انا في فتره اصلا في حياتي كنت مقضيها كيتو، بس ايام ما انا كنت في اسكندريه كنت بقضي اول سنه في الكليه، فكان كل يومي عباره عن كيتو. عايز اقول لكم ان انا بعد ما خرجت من الكيتو ورجعت تاني اكل كربوهيدرات، ان جالي زي صعره كده، كان هيجي لي غيبوبه سكر من كتر ما انا مش قادر امسك نفسي من ان انا عمال اكل في شوكولاتات وحاجات كده. فالموضوع مش هكرره غالبا يعني في القريب العاجل ان انا امنع الكربوهيدرات دي تماما. بالنسبه للتمرين، فمعظم الفتره دي كان النظام التمرين بتاعي كان بوش بول ليجز، وبعدها يوم راحه، وبعدها بوش بول ليجز. لو في اسبوع مشغول فيه فانا بخليه بوش بول ليجز 3 مرات بس في الاسبوع، وكده اكون هيتد المسلز كلها. طبعا كنت بغيره ساعات ان انا بخليه سترينث فوكسد او بركز على القوه. في اسابيع تانية او شهور تانية كنت بركز على الهايبرتروفي او الزياده العضليه، اللي هو ان انا كواليتي ريبس، عدات كتيره شويه بوزن كويس، وده بيخليك ان انت تزود حجم وبرده في نفس الوقت تزود قوه. يعني انا ما بحبش ان انا اجي على حاجه حساب التانية، لا، انا عايز اللي هو يكون حجمك في مقابل قوتك، مش تبقى مثلا عملاق 120 كيلو جرام ومش قادر مثلا انك تلعب بدمبل 40 مثلا او كده. الحاجات اللي انا استخدمتها بقى في الفتره دي، فانا بدات استخدم تستوستيرون حاليا قول بقالي 8 شهور. غيرت في الجرعه بتاعتي، سواء 250 سواء 500 سواء 750، بس 750 دي ما كملتش عليها شهر، وحاليا بستخدم جرعه 250 مللي جرام بس في الاسبوع. وفرق معايا جدا من حيث ان هو زود لي الاوزان بتاعتي في الجيم عالت، الكتله العضليه زادت، اللينس بتاعتك ان هو انت تقدر تحافظ على جسمك ملموم، مش هقول ناشف لان التستوستيرون مش هو اللي هينشفك، بيخلي جسمك ملموم بصوره اسهل شويه، ويزود الاجريشن بصوره عاليه. يعني انت مثلا بتقدر تتمرن وتروح تعمل حاجات تانية بعدها، يكون مثلا عندك باور على طول، ودي حاجه كويسه جدا وتعتبر اصلا من الاسباب الاساسيه اللي خلتني استخدم التستوستيرون، اللي هو يبقى عندك الرغبه والاجريشن انك تتمرن في جانب ان انت تشتغل وتذاكر وتمارس حياتك بصوره طبيعيه جدا. بالنسبه برضو للحاجه اللي استخدمتها بصوره اساسيه كان الافيدرين. بس كانت تجربتي مع الافيدرين لفتره كبيره جدا جيده جدا، ما كنتش بعاني منهم اعراض جانبيه نهائي. بس اللي لاحظته في الافيدرين، لو انت مثلا في اليوم ده كان عندك ارق، ما نمتش كتير،
فبلاش ان انت تأفور في موضوع الافيدرين ده، لان ممكن يقلب معاك بتاكي كارديا. فانا شايف برضو ان الافيدرين لازم تتوخى الحذر منه، ما ينفعش مثلا ان انت تروح تستخدمه عمياني كده. ولو انت هتستخدم افيدرين فانت تكون ظابط جرعته وما تتعداش مثلا الكوبايتين قهوه في اليوم. بلاش ان انت تزود السمباثيتك اكتيفيشن زياده عن اللزوم، استخدمه بالضروره القصوى واستخدمه بجرعه قليله. طبعا انا مش بقول لك ان انت تستخدم افيدرين ولا تستخدم تستوستيرون، ده كله بيرجع على حسب انت وعلى حسب الدكتور بتاعك، على حسب الشخص المختص اللي انت بتتعامل معاه. انا من هنا بتكلم على تجربتي الشخصيه. بالنسبه للافيدرين بقى، بعيدا عن اعراضه الجانبيه، فهو برضو كان بيكبح الشهيه بصوره كبيره جدا، كان بيقلل الابيتايت بتاعي، بيقلل الشهيه للسكريات، زود لي الاوزان بتاعتي. حتى قبل ما استخدم التستوستيرون كان الافيدرين كويس جدا في رفع القوه، بيزود الاجريشن بصوره عاليه. فالافيدرين يعتبر حاجه انا بحبها وبضيفها دايما في الروتين بتاعي قبل التمرين. طبعا في اليوم اللي ما بتمرنش فيه فانا ما باخدش افيدرين، وفي ايام كده بحب ان انا انزل اتمرن من غير افيدرين، بس عشان اعود نفسي ان انت مش لازم ان انت تستخدم حاجه عشان تروح تتمرن كويس. لا، انا عادي ممكن اروح الجيم اتمرن من غير ولا قهوه ولا افيدرين ولا اي حاجه. فلازم ما تتعودش تعود نفسي على الحاجات دي. انت مش لازم ان انت تستخدم تستوستيرون اوزانك تزيد، هو على حسب انت بتمرنهم ازاي. يعني انا قبل ما استخدم التستوستيرون كنت بحب في الجيم قوي تمارين الديد ليفت والسكوات، فكنت على طول انا كنت اصلا عامل النظام بتاعي ان هو ابر ولور عشان العبهم بصوره متكرره. فكان الديد ليفت بتاعي كان عدى اللي وصل لل5 بليت، وكنت بلعب 5.5 بليت، يعني كان ارقام كويسه جدا بالنسبه لشخص طبيعي، وده انا عندي 18 سنه. السكوات كنت وصلت ل4.5 بليت برضو. بس حاليا لما بروح الجيم عشان ما بلعبهمش بقالي فتره كبيره لان كان جالي اصابه في القطنيه، ففي الديد ليفت بلعب ب4 بليت ماكسيمم، وبالسكوات بلعب 3.5 بليت ماكسيمم. فاللي هو ارقامي نزلت فيهم في الحقيقه، وده بسبب ان انا ما عدتش بتمرنهم زي الاول عشان القطنيه كانت فضلت عندي فتره فيها اصابه. بس حاليا هبتدي ارجع تاني امرنهم بعد ما بقت كويسه، واحاول ان انا ازود الاوزان بتاعتهم عشان تتماشى مع القوه بتاعتي في الابر بادي. ما بحبش انا الشخص اللي هو من فوق قوي ومن تحت ضعيف، فاحنا لازم نوازن الموضوع ده شويه. فنصيحتي ليك لو انت عايز تزود في الكتله العضليه بتاعتك وعايز تتمرن وعايز تزيد في العضلات او عايز تفقد في الدهون بتاعتك، فما تصعبش الامور على نفسك. ابتدي بالاساسيات، قلل السعرات اللي ملهاش لازمه في يومك، كل من 3 ل5 وجبات نضاف في اليوم، اتمرن، روح الجيم من 4 ل6 مرات في الاسبوع، خد راحه بصوره كويسه، خد الفيتامينز بتاعتك، العب الكارديو بتاعك. يعني برضو انا نسيت اقول ان انا كنت بلعب كارديو على طول، سواء ان انا بلعب كوره سواء ان انا بلعب بينج. مش لازم ان يكون كارديو في الجيم اللي ممله على طول، دايما تحركاتي بتكون بالعجله عشان تساعدني ان انا احرق سعرات حراريه اكتر. اتمرن كويس، كل كويس، العب الكارديو، وهتلاقي ان انت زدت في الوزن بصوره طبيعيه جدا، وبرضو نزلت في الدهون على حسب هدفك. ومش لازم ان انت تعرف السر او الخلطه السحريه، لا، روح الجيم خلاص. بس كده، اتمنى الفيديو كان عاجبك. لو عندك استفسار سيبه تحت في الكومنتات، لو حابب استشاره او متابعه الكترونيه فهتلاقي اللينك في الديسكربشن. وبس كده، واشوفكم في الفيديوهات الجايه.